بيبدأ الفيلم مع قافلة عسكرية أمريكية في أفغانستان، وكانت القافلة دي في مهمة معينة وكانت ماشية، وفي إحدى العربيات دي كان موجود المليونير ومطور الأسلحة توني ستارك. وبيقعد توني يتكلم ويهزر مع الجنود، وفجأة عربية من عربيات الجيش بتنفجر، وفي عصابة إرهابية عملوا كمين لعربيات الجيش، والجنود خرجوا بيدافعوا عن نفسهم، بس معظمهم بيموت لأنهم ما كانوش مستعدين. وتوني بيهرب بسرعة وبيروح يستخبى ورا صخرة، بس في صاروخ بيتحدف جنبه، وتوني بيلاحظ إن الصاروخ من صنع شركته، والصاروخ بينفجر جنبه. وتوني بيعيش لأنه كان لابس بدلة واقية، بس في شوية شظايا اخترقت جسمه فبيفقد الوعي. وبنرجع في فلاش باك قبلها ب 36 ساعة، وساعتها كان توني بيتكرم وهيدوله جايزة لأن توني ستارك عامل مشاريع كتير في البلد، وبيعرضوا قصة توني ستارك وصور ليه من طفولته، وبيتقال إنه ابن المليونير المعروف هوارد ستارك. وتوني كان شخص عبقري وبنى أول اختراعاته وهو عنده 6 سنين، ووالده ووالدته توفوا في حادثة عربية، فأصبح توني هو رئيس شركات ستارك، وطور من اختراعات الشركة واخترع روبوتات وأسلحة قوية. وبيتكلم بعدها على عقيد جيمس وبيمنح توني الجايزة. بس الغريب إن توني ما كانش في الحفلة أصلا، فالمساعد بتاع والده وشريك والده السابق ستين بيطلع ياخد الجايزة. وتوني وقتها كان في الكازينو وبيقضي وقته مع البنات، ولما كان خارج بتيجي صحفية اسمها كريستين وعايزة تسأل توني شوية أسئلة، وبتسأله عن الأسلحة اللي بيصنعها للجيش، فهو بيقول لها والدي ساعد أمريكا في هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية التانية، ولازم علشان نضمن السلام نكون أقوى من أعدائنا. وغير كده أنا بنقذ أطفال كتير عن طريق الأجهزة اللي شركتي بتخترعها للمستشفيات. وبيبين من الحوار ده إن توني شخص مغرور جدا وشايف نفسه إنه أكتر شخص مفيد للبلد. وتوني بيقدر يجيب الصحفية كريستين للبيت وبيلعبوا عريس وعروسة. وتاني يوم الصبح كريستين بتصحى من صوت الذكاء الاصطناعي اللي في بيت توني، والذكاء الاصطناعي ده كان اسمه جارفيس. جارفيس كان مسؤول عن كل شيء في بيت توني وفي المختبر بتاعه. وكريستين وهي ماشية من البيت بتقابل المساعدة بتاعة توني اللي اسمها بيبر، وبيبر بتساعد توني في أعماله قبل ما هو كان رايح يركب طيارته، وبيقعد مع صاحبه العقيد جيمس. وجيمس ما كانش عاجبه الاستهتار اللي توني بيعمله في حياته، بس توني بيقول له روق كده وبيروح يشربوا حاجة. وبيوصل توني بعدها أفغانستان وبيقابل عساكر الجيش الأمريكي وبيوريهم أحدث اختراعاته، وهو صاروخ جديد اسمه جيركو بيطلق من نفسه صواريخ ياما، وبيعرض قدامهم قوة الصاروخ. وبعد العرض ده توني بيتكلم مع ستين، وتوني بيعرفه إنه قدم السلاح للجيش، وبيركب توني عربية الجيش وبيتحركوا، وبيحصل اللي شفناه في بداية الفيلم. وتوني لما بيفوق بيلاقي نفسه في كهف، وفي جهاز غريب في صدره ومتوصل ببطارية عربية، وبيتكلم معاه دكتور اسمه ينسن. وينسن بيقول لتوني أنا شلت من جسمك الشظايا اللي قدرت عليها، بس في شظايا ما قدرتش أشيلها، فعملت لك عملية جراحية وحطيت الجهاز ده في صدرك، لأن الجهاز ده هيمنع إن الشظايا تتحرك ويأثر على قلبك، بس ممكن في خلال أسبوع تموت والشظايا توصل لقلبك. وبيظهر بعدها الإرهابيين اللي قبضوا على توني، وكان اسمهم عصابة الخواتم العشرة، وهم كانوا برضو خطفوا الدكتور ينسن علشان يعمل العملية لتوني. والإرهابيين ما كانوش بيتكلموا إنجليزي، فبيحلوا دكتور ينسن يترجم لتوني، وبيقولوا إحنا عاوزين توني يصنع لنا صاروخ شيركو الجديد، بس توني بيرفض يصنع لهم حاجة، فهم بيجرأوا وشه في المية. وبعد كام ساعة الإرهابيين بياخدوا توني بره الكهف، وبيوروا له إنهم عندهم مخزون كبير من أسلحة شركة ستارك بتاعته. والقائد بتاع العصابة بيقول إحنا عندنا كل المواد اللازمة اللي هتحتاجها لصناعة الصاروخ، ولو في حاجة ناقصة قول لنا عليها، وبعد ما تصنع الصاروخ هنسيبك تمشي. فتوني بيلاقي إنه ما عندوش حل تاني غير إنه يساعدهم ويصنع لهم الصاروخ اللي هم عاوزينه. بس توني كان ناوي على الغدر وعنده خطة تانية، وبيطلب من العصابة مواد معينة، والعصابة بينفذوا أوامره وبيجيبوا لتوني كل اللي طلبه، وهم ما كانوش يعرفوا إن توني هيغدر بيهم. وتوني بيطلع مواد معينة من الأسلحة وبيخلي دكتور ينسن يساعده، وتوني بيقدر في الآخر يصنع مفاعل صغير شبه الجهاز اللي في صدره، والجهاز ده يقدر يتحكم في طاقة كبيرة ويقدر يشغل قلب توني ويمنع الشظايا إنها تتحرك. وبيلبس توني المفاعل ده في صدره، والعصابة كانوا بيراقبوا توني وينسن من كاميرات المراقبة. وبينما هم شغالين ينسن بيحكي لتوني عن نفسه وبيقول له أنا من قرية صغيرة في أفغانستان اسمها جولميرا، بس العصابة دي هجموا على القرية وخطفوني، وعلى فكرة أنا قابلتك مرة زمان في مؤتمر وسلمت عليك، بس توني ما كانش فاكره لأنه كان سكران. وبعدها توني بيوري له صورة لبدلة حديدية مسلحة وهتكون متوصلة بالمفاعل اللي في صدر توني علشان المفاعل يمد البدلة بالطاقة. وعلى حسب خطة توني فتوني هيلبس البدلة الحديدية دي علشان يهزم العصابة، وبيبدأوا هما الاتنين يشتغلوا على البدلة الحديدية. بس فجأة في يوم بيخش عليهم زعيم العصابة اللي اسمه رازا، وبيؤمر بتعذيب دكتور ينسن، لأن رازا حاسس إن توني مش بيصنع صاروخ، وتوني بيتوسل منهم يسيبوا ينسن عايش، وبيقول لهم هو بيساعدني كويس في صناعة الصاروخ. ورازا قال له قدامك يوم واحد والصاروخ يكون خلصان. فتوني
وتوني بيشتغل بجهد عالي وبيشتغل طول اليوم على البدلة الحديدية وبيقدروا يصنعوا البدلة بالفعل، وتوني بيلبسها وينزل بيقوله على طريق الخروج من الكهف. ورازا بيحس بحاجة غريبة بتحصل فبيؤمر رجالته يروحوا يشوفوهم، لكن توني بينسن حطوا متفجرات على الباب وبتنفجر فيهم. فرازا بيؤمر رجالته انهم يتجمعوا حالا، وينسن كان بيقفل البدلة بتاعت توني بس كانوا لسه محتاجين شوية وقت علشان البدلة تتصل بالمفاعل. فينسن بيروح يضرب على العصابة نار علشان يكسب وقت لتوني، بالرغم ان توني كان رافض الفكرة دي، بس مع ذلك هو راح يشتت العصابة ولقى نفسه في الاخر واقف قدام عشرات من رجالة العصابة، وفي نفس الوقت بدلة توني اكتملت وبيتحرك توني بيها وبيشتبك مع العصابة، والعصابة بتحاول توقفه وبتضربه بالنار بس بدون جدوى. وبيقدر توني يقتل كل اللي بيقف في سكته، وبيستخدم واحد من اسلحة البدلة وبيضرب صاروخ على رازا، وبيلاقي ينسن مصاب اصابات خطيرة. وينسن بيقول له دي كانت خطتي من البداية، واني اضحي بنفسي علشان تقدر تهرب، لان عيلتي كلها ماتت وانا عاوز اموت واشوفهم تاني. وتوني وبيدمع بيشكر ينسن على مساعدته ليه، وينسن بيقول لتوني ما تضيعش تضحيتي هباء واخرج عايش. وتوني بيخرج لباقي العصابة وضرب النار فيه مش بيأثر في البدلة، وهو بيفتح عليهم النار وبيضربهم بالصواريخ وبيدمر مخزون الأسلحة اللي عندهم. بس الأسلحة دي لما بتنفجر النار اللي بتخرج منها بتأثر على بدلته، بس بيطلع ان توني كان مزود البدلة بنظام طيران وبيطير بيها وبيهرب من هنا. لكن بعد شوية البدلة بتتعطل وبيقع في الصحراء وبيقلع البدلة لأنها خلاص باظت، وبيمشي في الصحراء لحد ما في طيارتين أمريكان بيعدوا من فوقيه وبيخرج منها جنود، وكان معاهم العقيد جيمس. وجيمس كان فرحان ان توني طلع عايش، وبيرجعوا توني ستارك لأمريكا بعد ما كان أسير عند العصابة لمدة 3 شهور. وبيبر بتشوفه وكانت عايزاه يتعالج من إصاباته في أسرع وقت، بس توني بيقول لها لا أنا محتاج أعمل مؤتمر صحفي للشركة حالا. وفعلا بيعمل المؤتمر الصحفي للشركة بتاعته، وكان باين ان توني أصبح شخص متواضع ومبقاش نفس الشخص المغرور اللي كان عليه قبل ما يتخطف. وبيقول توني في المؤتمر الصحفي أنا شفت الأسلحة بتاعتي بتستخدم في الشر، وحسيت ان انا جزء من الشر ده لان انا اللي صنعت الأسلحة، وانا عندي اختراعات اقدمها للعالم احسن من الأسلحة، فبالتالي انا قررت اقفل قسم تصنيع الأسلحة بتاع الشركة نهائي. والكل بيتصدم من الخبر ده. وعلى الجانب التاني بيبر بتقابل العميل كورسن من القسم الوطني، وهو كان جاي علشان يتكلم مع توني عن الاختطاف اللي حصل له، وبيبر بتحدد معاه ميعاد علشان يقابل توني. وستين بعد المؤتمر بيجي يقابل توني وهو متعصب بسبب قرار توني بإغلاق قسم الأسلحة، وبيقول له كده أسهم الشركة هتنزل بشكل كبير. بس توني كان عاوز الشركة تتقدم في صناعات مختلفة، وبيقول أنا مش عاوز أكون سبب في موت الناس، وبيقول كمان أنا هقوم الشركة على تكنولوجيا المفاعل. بس ستين بيقول له بس المشروع ده مش مربح وانت عارف كده كويس. وتوني بيوري له المفاعل اللي في صدره وبيقول له المفاعل شغال كويس جدا، بس ستين كان قلقان وبيقول له ارتاح انت بس وسيب لي كل حاجة. وبيبر بتشوف مذيع بيتريق على شركة ستارك وبيقول للناس اللي شارية أسهم في الشركة بيعوا الأسهم حالا. وتوني بيطلب من بيبر تجيله علشان عاوز مساعدتها لأنه بيصنع نسخة متطورة أكتر من المفاعل. وطبعا بيبر بتتفاجئ لما بتشوف المفاعل متثبت في صدره، وهو كان عايزها تدخل ايديها وتطلع السلك اللي جوه، وبيطلب منها تكون حذرة. بس بيبر بتبقى قلقانة وخايفة وبتغلط، وغلطها ده كان ممكن يموت توني بسكتة قلبية، بس هي قدرت تلحق الموقف في الوقت المناسب. وتوني بيطلب منها تدمر المفاعل القديم علشان ملوش لازمة. وبيروح بعدها توني للعقيد جيمس وبيطلب منه المساعدة في مشروع شركته الجديد، بس جيمس ما بقاش طايق توني بعد القرار اللي خده بخصوص إغلاق قسم الأسلحة، وبيقول لتوني انت شكلك جالك اضطراب عقلي بسبب صدمة الاختطاف. فتوني بيرجع للذكاء الاصطناعي بتاعه جارفيس، وتوني بيتكلم معاه بخصوص مشروع بدلته الحديدية لأنه عاوز يصنع واحدة أحدث وأقوى من اللي كانت في الكهف. وفعلا هو وجارفيس بيشتغلوا عليها وبيسموا البدلة الحديدية دي مارك 2 لأن البدلة اللي كانت في الكهف مارك 1. وجارفيس بيظهر لتوني صورة تخيلية ثلاثية الأبعاد لشكل البدلة، وتوني بيرمي الحاجات اللي ملهاش لازمة وبيعدل عليها. وفي المشهد اللي بعده بننتقل للصحراء مع رجالة رازا، وبيطلع إن رازا قدر يعيش ورجالته بيطلعوا بقايا بدلة توني من الصحراء، ورازا شكله ناوي يستعمل البدلة دي في حاجة معينة. بينما توني بيقرر إن أول حاجة لازم يشتغل عليها في البدلة الجديدة هو نظام الطيران، وبيفضل شغال لأيام كتيرة وهو في المختبر، وكان بيبحث وبيشتغل على البدلة الجديدة. وبيبر في يوم بتجيله وبتلاقيه بيصنع سلاح في الدرع، فهو بيقول لها ده مش سلاح، ده نظام الطيران هحطه في الإيد علشان هيعمل توازن وهيساعدني على الطيران. وتوني بيجرب يطير وبتطلع تجربة ناجحة نوعا ما. وتوني بيلاقي بيبر سابت له هدية على مكتبه، وستين بعدها بيقابل توني وبيقول له مجلس
إدارة الشركة رفعوا قضية عليك علشان ياخدوا الشركة منك. بس توني ما كانش قلقان من الكلام ده لأن حصته في الشركة أعلى، وبيرجع يكمل في صنع بدلته. وبعد عدة محاولات فاشلة قدر توني أخيرا يصنع نظام طيران للبدلة، وكمان أنهى البدلة الحديدية بالكامل، وكمان وصل جارفيس بالبدلة علشان يتكلم معاه ويحذره لو في أعطال أو أي حاجة في البدلة محتاجة صيانة، وكمان يحلل ويعمل مسح لأي حاجة حواليه. وبالرغم من جارفيس قال له البدلة لسه مش أمان وما ينفعش تستخدمها، بس توني بيقرر ما يسمعش كلامه لأنه كان متحمس جدا وبيطير بيها، وكان مبسوط جدا بالإنجاز اللي عمله، لكنه بيطير لفوق في السماء وده بره حدود الطيران بتاع البدلة. ولأن درجة الحرارة في السماء قليلة فالبدلة بتتجمد بالكامل ونظام الطيران بيتعطل وتوني بيقع، بس هو بيلحق نفسه وبيشغل نظام الأمان والبدلة بتطير على آخر لحظة قبل ما كان هيخبط في الأرض. وبيرجع بعدها البيت وكان بيهبط بيها على الأرض، بس البدلة كانت تقيلة لدرجة إنها احترقت 3 أدوار في البيت ودمرت واحدة من عربياته الغالية. وبيروح توني يتعافى من الصدمات وبيروح يفتح الهدية اللي جابتها بيبر، وبيطلع ان الهدية هو المفاعل اللي توني كان لابسه وطلب من بيبر انها ترميه، وكان متغلف كأنه هدية، وبيبر كاتبه عليه ده دليل ان توني عنده قلب. وبيروح توني بعدها يحلل أداء البدلة ويطور منها، وبيقرر يخلي البدلة مصنوعة من مادة التيتانيوم الذهبية لأن ده هيمنع البدلة انها تتجمد. وبيطلب من جارفيس يضيف للبدلة اللون الأحمر، وبيسموا البدلة دي مارك 3. وبيسيب جارفيس يشتغل على البدلة وبيروح حفلة معزوم عليها، ولما بيوصل بيقابل العميل كولسن اللي كان عايز تفاصيل اختطاف توني، بس توني بيسيبه وبيروح يرقص مع بيبر. والصحفية كريستين بتيجي تقابله وبتوري له صور اتصورت امبارح للعصابة الإرهابية وهي بتستخدم الأسلحة بتاعته، والعصابة كانت بتستخدم الأسلحة دي على قرية في أفغانستان اسمها جولميرا، وكانت هي القرية اللي اتولد فيها دكتور ينسن وكلم توني عنها. وتوني كان مستغرب هم جابوا الأسلحة دي منين وهو أصلا فجرها قبل ما يهرب. وكريستين بتقول له شركتك باعت الأسلحة للعصابة، وبيطلع ان ستين دراعه اليمين هو اللي باع الأسلحة للعصابة الإرهابية. وبيقول لتوني أنا ما عنديش مشكلة أبيع الأسلحة لكل الأطراف ما دام أنا هطلع كسبان. وبيقول له كمان أنا واحد من أعضاء مجلس الإدارة اللي رفعوا عليك قضية. وتوني بيتصدم إن واحد من أكتر الأشخاص اللي بيثق فيهم في حياته بيخونه بالشكل ده. وبيرجع توني البيت وهو متعصب وبيشوف الأخبار على التلفزيون وهي بتتكلم عن أعمال العصابة الإرهابية في قرية جولميرا، وإن أهل القرية بيطردوا من بيوتهم بسبب العصابة. بينما توني كان بيعدل على الدراع بتاع بدلته وقدر يخلي نظام الطيران يشتغل كسلاح كمان، وبيجرب السلاح في المختبر عنده، والبدلة الحديدية بتبقى اكتملت أخيرا. وبيلبس البدلة وبيطير بيها لقرية جولميرا، وكان عازم إنه يصلح خرطة شركته ويدافع عن قرية الراجل اللي ضحى بحياته علشانه. وبنشوف في قرية جولميرا الإرهابيين بيجمعوا الناس علشان يقتلوهم، بس بيظهر المنقذ توني ستارك وفي ثواني بيهزم الإرهابيين اللي واقفين حواليه، وبيحدد الإرهابيين دول وبيقتلهم بالسلاح الجديد اللي في بدلته، وبالفعل بيموتوا بنسبة 100% وبدون ما أي حد من أهل القرية يموت. وقائد العصابة كان عاوز يستخبى بس توني بيجيبه وبيرميه في وسط القرية وبيسيبه عايش علشان أهل القرية تاخد حقها منه بمعرفتهم وبالطريقة اللي ترضيهم. وبيطير بعدها وبيحدد مكان أسلحة العصابة، بس بيتضرب بقذيفة من العصابة وبيقع على الأرض، وبيقوم وبيفادي قذيفة تانية، وتوني بيرد وبيضرب الدبابة دي بكذا قذيفة وبيدمرها. وبعدها بيروح يدمر صواريخ شركه اللي ستين باعها للعصابة، وبعد ما دمرها بيطير وراسه بيوصل وبيشوف توني وهو بيطير، والقاعدة الأمريكية الجوية بتعرف باللي حصل وبيتساءلوا مين اللي هجم على العصابة الإرهابية. وبعدها بيشوفوا قدامهم مركبة بتطير، والجنود بيعتقدوا إن اللي بيطير ده طيارة بدون طيار، والعقيد جيمس بيظن إنه اختراع من اختراعات توني ستارك، فبيكلموه وبيسأله وبيقول له إحنا شايفين مركبة بتطير في الجو تعرف حاجة عنها؟ بس توني بينكر وبيقول له ما اعرفش انت بتتكلم عن ايه. وفي خلال ثواني توني بيلاقي طيارتين من الجيش بيطاردوه وبيبدأوا يضربوا عليه نار، وهو بيحاول يفادي الضربات على قد ما يقدر، وفي الاخر بيستسلم وبيكلم العقيد جيمس وبيقول له المركبة اللي بتطير دي بتاعتي فوقف اطلاق النار. وجيمس كان متعصب ان توني بيستخدم في الجو معدات غير مصرح بيها، فتوني مش بيلاقي حل غير انه يقول له يا عم انا اللي في المركبة، والعقيد جيمس مش بيلحق يلغي الهجوم، وتوني بيتضرب من واحدة من الطيارات فبيفقد السيطرة وبيطير وبيخبط في جناح الطيارة التانية، فالطيار بيخرج من الطيارة وكان بيفتح المظلة بس المظلة كانت معلقة، فتوني بيتدخل وبيشغل المظلة بتاعته وبينقذه. وتوني بيقنع العقيد جيمس يعتبر اللي حصل مع الطيارات ده مجرد تدريب للطيارات. وتوني لما بيرجع البيت بيبر بتشوفه ببدلته الجديدة، وبعدها ستين بيروح يزور العصابة الإرهابية، وبيطلع ان ستين كان دافع للعصابة فلوس علشان يخطفوا توني في البداية خالص ويقتلوه. ورازا لما اكتشف انه قبض على العبقري توني ستارك قرر يسيبه عايش، وكان عايز يستفيد منه ويصنع له صاروخ. وبيقول لستين شفت اللي حصل لنا
هنا بسبب توني ستارك. فستين بيقول له ما هو لو كنت عرفت تقبض عليه كويس كان زمان وشك سليم. ورازا بياخده وبيوري له البدله الحديديه اللي جمعها بالاستحاره، وبيقول له السلاح اللي قدامك ده سلاح قوي جدا حتى وهو نسخه بدائيه، وبما انك نفسك تستولي على شركه ستارك فالعدو بتاعنا واحد، والبدله دي هديها لك كهديه مني، وفي المقابل انا عاوزك تديني بدل حديديه للرجاله بتوعي. بس ستين بيقرب منه وبيحط جهاز جنب ودنه، والجهاز ده بيشيل دماغ رازا وبيخرج ستين من رحمه وبيأمر رجالته يقتلوا رازا وكل رجالته ويجيبوا البدله الحديديه معاهم. وبنرجع لتوني اللي كان بيتكلم مع بيبر وبيطلب منها تروح للكمبيوتر الرئيسي بتاع الشركه وتنسخ منه شويه معلومات معينه بالفلاشه دي علشان اعرف مجلس الاداره بيبيع الاسلحه لمين واوقفهم، وعلشان انا عاوز انقذ الناس اللي بيتاذوا بسببي. انا لما طلعت عايش وهربت من العصابه فهمت ان انا عشت علشان المفروض اعمل حاجه صح، وانا متاكد ان اللي انا بعمله ده هو الصح. وبيبر بتتاثر بالتغيير اللي حصل في شخصيه توني وبتوافق تساعده، وبتروح للكمبيوتر الرئيسي اللي كان في مكتب ستين وبتحط الفلاشه علشان تنسخ البيانات، وبالصدفه بتشوف فيديو للعصابه وبتعرف ان ستين هو المسؤول عن اختطاف توني. وساعتها ستين بيخش عليها وبيشوفها قاعده على الكمبيوتر، وبيبر بتخفي اللي كانت بتعمله وبتمشي. بس ستين لما بيقعد على الجهاز بيعرف انها سرقت شويه معلومات، وبيبر وهي ماشيه بتقابل العميل كولسن وبتمشي معاه علشان تخرج في امان. وستين بيروح يقابل المهندسين بتوعه اللي شغالين على البدله الحديديه بتاعه الكهف، والمهندسين قدروا يصلحوا الاجزاء التالفه منها بس مش عارفين يصنعوا مفاعل زي اللي مع توني. وستين بيتعصب عليه وبيقول له ده توني قدر يصنع المفاعل ده في كهف بمعدات بدائيه. فالمهندس بيقول له انا مش عبقري زي توني ستارك. فستين بيفهم انه كده ما عندوش غير حل واحد، وبيروح يشيل دماغ توني من نفس الجهاز اللي شل بيه رازا، وتوني ما بقاش عارف يتحرك. وستين بيعترف له انه امر العصابه تقتله، وبيقول له انا كنت عاوز اخلص منك علشان امسك منصب اداره الشركه، لان كل النجاحات اللي حصلت في الشركه مؤخرا كانت بسببي، بس شكلك كان مقدر ليك تعيش علشان اخد منك المفاعل ده. وستين فعلا بيخلع من صدره المفاعل وبيقول له المفاعل ده هيغير العالم، انا كمان هروح اقتل بيبر لانها عرفت اسراري، وبيسيبه وبيمشي. وبيبر في نفس الوقت بتتصل بالعقيد جيمس وبتعرفه ان ستين هو السبب في اختطاف توني. فجيمس كان في طريقه لبيت توني، وتوني في نفس الوقت ما كانش عارف ياخد نفسه وبيتحرك بالعافيه، وكان رايح للمفاعل اللي بيبر اديتهوله كهديه، وبيزحف على الارض وكان خلاص هيموت وبيستسلم، بس الروبوت بتاعه بيديله المفاعل وبيركب المفاعل في صدره، وجيمس بيكون وصل. وجيمس بيقول له انا بعت 5 من رجالتي علشان يقبضوا على ستين، بس توني كان عارف ان 5 اشخاص مش هيقدروا يقفوا قدام قوه ستين الجديده. وبيروح توني يلبس بدلته، وجيمس كان منبهر باختراعه الجديد وبيسال توني اقدر اساعدك ازاي. فتوني بيقول له فضي لي السبب من اي طيارات، وبينطلق توني ستارك وبيبر والعميل كولسن وعملاء تانيين من القسم الوطني بيوصلوا لمقر ستين، وبيلاقوا هناك البدله الحديديه الاولى. بس فجاه ستين بيظهر وهو لابس بدله ضخمه وبيهاجم العملاء وبيقتلهم، وكان لابس المفاعل اللي سرقه من توني، بينما توني كان متجه ناحيتهم. وجارفيس بيقول له المفاعل اللي انت لابسه بيزود البدله بنص الطاقه عن المفاعل اللي قبليه، لان المفاعل ده مش مجهز لبدله مارك 3. وتوني بيوصل قبل ما ستين كان هيقتل بيبر، والاتنين بيبداوا معركه مدمره ما بينهم وبيخرجوا للشارع وبيكملوا معركتهم. وستين بيشيل العربيه دي وكان عاوز يحدفها عليه، بس توني بيهاجمه وبيمسك العربيه علشان عايز ينقذ الناس البريئه، وستين بيمسكه وبينزل في ضرب. وتوني ما كانش عارف يقاتله لان المفاعل بتاعه ضعيف والطاقه اللي معاه بتخلص، فبيضطر يطير بعيد في السماء وستين بيطارده، وبدله ستين بتبدا تتجمد. وبيحصل مع ستين نفس المشكله اللي حصلت مع توني، وبدلته بتتعطل وبيبدا يقع، وتوني واقف وما حصلوش حاجه، بس المفاعل بتاعه بيبقى فقد طاقه كبيره، فتوني بيقع هو كمان، بس بيقدر ينزل بسلام على سطح شركته بالطاقه الاحتياطيه. وستين بيطلع عايش وبيستكملوا معركتهم، وتوني خلاص اصبح بدون طاقه تقريبا، وستين بيمسكه وبيدمر بدلته، بس توني بيفلت منه باعجوبه وبيروح يكلم بيبر وبيطلب منها تشغل المفاعل بتاع الشرطه باقصى قوته. وفعلا بيبر بتروح تعمل كده، والطاقه الكبيره اللي بتخرج بتدمر المبنى وبتعطل بدله ستين. وبيبر كانت قلقانه لا يكون توني مات، بس توني كان قدر يهرب في الوقت المناسب. وستين بيفقد الوعي وبيقع في مفاعل الشرطه وبيموت، والمفاعل بتاع توني بيبدا يستعيد الطاقه فتوني بيعيش. وتاني يوم العقيد جيمس بيطلع يتكلم في مؤتمر صحفي عن المعركه اللي حصلت على سطح شركه ستارك، وتوني كان بيقرا الاخبار والصحافه اطلقت عليه اسم ايرون مان، وتوني بيعجبه الاسم وبيقرر يسمي نفسه بالاسم ده. والعميل كولسن بيجي لتوني وبيقول له على قصه مألفها يقرا للصحافه عن وفاه ستين، وانه مات في حادثه طياره، وتقول ان ايرون مان ده حارس شخصي ليك،
وبيطلع توني قدام الصحافة، وكان المفروض يحكي للصحفيين القصة اللي العميل كورسل قالها له، بس بيقرر ما يقولش الكلام ده وبيقول للصحافة أنا ايرون مان، والصحفيين بيتصدموا. وبالليل توني وهو راجع البيت بيلاقي راجل غريب مستنيه، والشخص الغريب ده كان اسمه نيك فيوري مدير منظمة اسمها ذا شيلد، وده هو نفس القسم الوطني اللي شغال فيه العميل كورسن. وبيقول لتوني أنا عاوز أضمك لفريق اسمه الافنجرز. وبنتعرف دلوقتي على شخص اسمه ايفان كان بيتفرج على خطاب توني لما اعلن انه ايرون مان، وساعتها ابو ايفان اللي اسمه انطون كان بيموت، وانطون بيقول لابنه كان المفروض انت اللي تاخد الشهرة اللي واخدها توني ستارك، بس ايفان بيقول له تجاهل الزبالة اللي اسمه توني ده. وانطون بيقول له اخر حاجة هسيبها لك قبل ما اموت هي المعرفة والعلم بتوعي. وبيموت انطون وايفان بيعيط عليه، وبيروح بعدها يطلع مخطط ابوه اللي كان رسمه، والمخطط ده كان لصنع المفاعل، ومكتوب على المخطط ان اللي رسمه كان انطون وهوارد ستارك، وهوارد ستارك ده اللي هو ابو توني ستارك. وبيروح ايفان يصنع المفاعل ويصنع بدلة خارقة خاصة بيه، وبنروح بعدها ل6 شهور قدام وتوني ستارك اصبح رمز عالمي للسلام، وده بفضل بدلة ايرون مان، واصبح مشهور جدا في العالم. وبيقول ان امريكا ما بقاش فيها ارهاب بفضلي. وتوني حقق حلم والده وفتح معرض يعرض فيه اختراعات شركة ستارك، وبعد ما العرض خلص توني بيعمل اختبار لدمه، وبيطلع ان المفاعل اللي بيزوده بالطاقة بيسمم الدم اللي في جسمه، يعني الجهاز اللي بيعيشه وهو في نفس الوقت بيقتله، ونسبة السموم في جسمه أصبحت 19%. وبعدها توني بيمشي هو وإحدى مساعديه اللي اسمه هابي، وفي واحدة بتوقف توني وبتديله مذكرة استدعاء من مجلس الشيوخ. وتاني يوم توني بيروح يحضر قدام مجلس الشيوخ، والمجلس أمر باستدعاء توني لأنه مصنف بدلة ايرون مان كسلاح، وبيطلبوا من توني يسلم البدلة للحكومة، بس توني بيرفض رفض قاطع. فالمجلس بيطلب شهادة واحد اسمه جاستن هامر يبقى صاحب شركة أسلحة، وبيطلع يتكلم قدام المجلس وبيقول إن سلاح ايرون مان سلاح خطير فعلا، وما ينفعش السلاح ده يبقى في حوزة شخص مدني. وبعديه بيطلع يتكلم العقيد رودز بيقول إن بدلة ايرون مان فعلا خطر على البلد، بس في نفس الوقت فيها مميزات، وأنا من رأيي نحط توني ستارك في السلطة كشخص بيدافع عن البلد. وتوني بيهزر وبيقول أنا مش هقبل بأقل من وزير دفاع. وتوني بيخترق الشاشة بتاعت مجلس الشيوخ بكل سهولة وهو قاعد معاهم، وبيعرض صور لأشخاص حول العالم بيحاولوا يصنعوا بدلة زي ايرون مان، والناس اللي حاولت دي كانت في كوريا الشمالية وإيران. وجاستن هامر نفسه صاحب شركة السلاح حاول قبل كده، بس كل الناس دي فشلت علشان مفيش حد يقدر يصنع بدلة زي ايرون مان. وجاستن هامر بيحس بالإحراج وبيقوم يطفي التلفزيون، وتوني بيقول أنا هدافع عن أمريكا دايما ضد أي خطر، لكن حد ياخد بدلتي مستحيل. وكل قادة القوات المسلحة بيسقفوا لتوني ستارك وبيكونوا واقفين في صفه، ما عدا عضو المجلس اللي اسمه سترين ما كانش عاجبه اللي بيحصل ده وبيشتم توني. وبتنتهي الجلسة وتوني بيطلع الكسبان، وإيفان كان بيتفرج على الجلسة دي وبيبقى أنهى اختراع سلاحه الجديد واللي بيكون قرباج كهربائي متوصل بالمفاعل. وتوني بيرجع بيته وبيتواصل مع جارفيس وبيطوروا من بدلة ايرون مان الجديدة، وبيبر بتخش عليه وبتكلموا عن شركة ستارك. وبيبر كانت شايفاه مهمل في الشركة شوية، بس توني بيقول لها أنا بعمل الفترة دي فلوس من بيع الأسهم العادية أكتر من أي وقت، وأنا بفضل أكون صاحب الشركة والموظفين اللي يديروا الشغل وأركز أنا على بدل ايرون مان. بس توني بعدها بيقرر يعين بيبر صاحبة الشركة بداله، وبيبر بتتفاجئ من الترقية دي، وهو بيقول لها أنا فكرت لو حصل لي أي حاجة ومت فأنت هتكوني أفضل شخص يحل محلي. وتاني يوم توني كان بيتمرن مع هابي، وبيبر بتبقى جابت واحدة اسمها ناتالي علشان تكون المساعدة الجديدة لتوني. وتوني بيعجب جدا بناتالي وبيطلب من هابي يمرنها على الملاكمة، لكن ناتالي بتطلع محترفة في القتال وبتقلب هابي بحركة واحدة، وتوني بيتفاجئ إنها طلعت مقاتلة قوية. وبعدها توني وبيبر بيروحوا لمدينة موناكو علشان يحضروا حفلة معمولة قبل سباق عربيات، وكان كل رجل أعمال جايب عربية غالية علشان تشارك في السباق. وتوني بيقابل رجال الأعمال الموجودين زي إيلون ماسك وبيسلم عليهم، وبيقابل كمان جاستن هامر، وجاستن بيقعد معاه وبيطلب منه طلب وبيقول له أنا عاوز أقدم واحد من اختراعاتي في المعرض بتاعك. وتوني ما كانش عنده مانع وبيوافق، وبيروح بعدها توني يقيس نسبة السموم في الدم وبيتفاجئ إن النسبة طلعت 53%. وبعدها توني بيقرر يشارك في سباق العربيات بنفسه، وبنكتشف إن إيفان موجود في السباق ومتنكر في هوية إحدى السواقين، وبيقتحم مدمار السباق وهو لابس المفاعل اللي اخترعه وبيطلع الكرباج الكهربائي بتاعه.
وبيضرب العربية دي بالكرباج وبيقسمها نصين، وبيستنى توني وبيضرب عربيته بالكرباج، لكن لحسن الحظ توني بيعيش، بينما هابي وبيتر بيقلقوا جدا على توني وبيركبوا العربية وبيقتحموا بدمار السباق، وإيفان بيروح يدور على توني علشان يقتله بس مش بيلاقيه، وتوني بيظهر من وراه وبيضربه على دماغه، فإيفان بيحاول يقتله بالكرباج، وفي نفس الوقت هابي بيوصل وبيخبط إيفان، وكلهم بيفتكروا إن إيفان مات ولكنه بيطلع عايش وبيدمر عربية هابي. وبيبر بتسلم لتوني بدلة ايرون مان وتوني بيلبسها وبيبدأ الجد، وبيبعد عربية هابي عن الطريق، وكان عاوز يضرب نار على إيفان بس إيفان ضربه الأول، والكرباج بتاع إيفان كان قوي لدرجة إنه بيدمر بدلة ايرون مان، وبيشيل توني بالكرباج وبيرميه يمين وشمال، بس توني بيقوم وبيلف الكرباج حوالين جسمه وبيضرب إيفان وبيجيبه أرض وبيسحب المفاعل منه، والشرطة بتوصل وبتقبض على إيفان، وجارفيس بيحلل المفاعل بتاع إيفان وبعدها توني بيدمره، وجاستن هامر كان بيتفرج على اللي بيحصل وأعجب جدا بإيفان، وبعدها توني بيروح يقابل إيفان في الزنزانة، وتوني بيقول له أنت صنعت مفاعل كويس وقوي، بس أنت مين وصنعت المفاعل إزاي؟ فإيفان بيقول له أنت بتنحدر من عيلة كلها حرامية، وأكيد عايز تنسب تاريخ عيلتك المزيف لنفسك وتنسى كل الناس اللي ماتوا بسبب عيلتك. وردا على سؤالك إزاي صنعت المفاعل، فأبويا أنطون كان هو اللي رسم المخطط بتاعه، وأنا كنت أقدر أقتلك بس حبيت أوري للناس إن ايرون مان ضعيف جدا وأكيد هتموت في مرة قدام العالم. فتوني بيستهزأ بيه وبيقول له ابقى اتفرج عليا وأنا بموت وأنت محبوس، وبيسيبه وبيمشي، وبيطلع عضو المجلس ستريم وبيهاجم توني ستارك على اللي حصل في مدمار السباق، وبيقول لازم بدلة توني ستارك تتسحب منه لأن بسببه ظهر واحد مجنون ببدلة شبه اللي معاه وكان هيقتل الناس. وتاني يوم بيجي ظابط لإيفان وبيقدم له الأكل، وإيفان بيستغرب إن في قنبلة في الأكل، والظابط بيجي له تاني وبيدخل مجرم شبه إيفان، فإيفان بيفهم إن في شخص ما بيهربه، وإيفان بيخرج من الزنزانة وبيسيب القنبلة تنفجر في المسجون اللي شبهه علشان الشرطة تفتكر بعدين إن اللي مات ده كان إيفان وما يعرفوش إنه هرب. وبيجي 2 ضباط وبيهربوا إيفان من السجن وبيودوه لعند جاستن هامر، وبيطلع إن جاستن هو اللي دبر عملية تهريب إيفان، وجاستن بيعرفه بنفسه وبيقول له أنا انبهرت باللي أنت عملته في توني ستارك وأنا بعرض عليك نشتغل سوا علشان نقضي على توني. وإيفان بيوافق بدون تفكير، وجاستن بياخده بعدها لمصنعه وبيوري له بدل كتير اخترعها شبه ايرون مان، وبيقول لإيفان أنا عاوزك تساعدني وتخلي البدل بتاعتي تتفوق على بدلة ايرون مان علشان أخلي البدل دي تنضم للجيش. وإيفان بيقول له الموضوع سهل جدا ما تقلقش. بينما توني كان بيتفرج على الأخبار اللي كانت بتتكلم عن معركة توني ستارك وإيفان، وبيتقال على الأخبار الكلام اللي إيفان قاله لتوني وإن ايرون مان طلع شخص ضعيف وكان ممكن يموت. وبيروح توني يبحث عن أنطون أبو إيفان، وبيعرف إن أنطون كان شغال في شركة ستارك زمان، وهو وهاورد ستارك كانوا بيصنعوا المفاعل، لكن هاورد ستارك اكتشف إن أنطون عاوز يبيع المفاعل لروسيا فاتقبض عليه بتهمة الخيانة واترحل لروسيا. فعلشان كده إيفان عاوز ينتقم من توني ستارك. والعقيد رودز بيجي يقابل توني وبيقول له أنا بحاول أقنع الجيش بالعافية ما يجوش يقبضوا عليك وياخدوا بدل ايرون مان لأنك قلت إن البدلة مستحيل حد يصنعها غيرك، بس اللي حصل كان العكس، وتوني أصلا كان تعبان جدا ومش عارف يتكلم معاه بسبب إن نسبة السموم في جسمه بتزيد، ولما بيروح يقيس السموم اللي في جسمه بتطلع 89%، وبيحس إنه خلاص قرب يموت. وبيروح يعمل حفلة في البيت عنده بمناسبة عيد ميلاده وبيعتبر إن ده آخر عيد ميلاد ليه، وبيرقص وبيسكر وهو لابس بدلة ايرون مان وبيهزق من نفسه جامد. والعقيد رودز بيجي وما كانش عاجبه اللي توني بيعمله، وبيبر بتتدخل وبتحاول تفوق توني وتلغي الحفلة، لكن توني بيهيس أكتر وبيستخدم قوة بدلته بتهور وبيفضل يلعب بيها مع الناس. فرودز بيقرر يتدخل وبينزل للمختبر بتاع توني وبيلبس بدلة مارك 2 الفضية اللي توني اخترعها وبيروح يخرج كل الناس، وبيؤمر توني يطفي البدلة ويقعد شوية، بس توني مش بيوافق وبيتقاتلوا هما الاتنين وبيدمروا البيت كله. وتوني أصلا كان مبسوط باللي بيحصل وبيضربوا بعض بالنار وبيحصل انفجار كبير، ورودز بياخد بعضه وبيمشي وهو لابس البدلة وبيروح يسلم البدلة للجيش، والجيش بيدعو جاستن هامر إنه يجي يدرس البدلة، وجاستن بيعرض عليهم إنه يزود البدلة بالأسلحة، بينما توني كان لابس البدلة وقاعد بياكل على سطح مطعم، وبيجيله نيك فيوري وبيطلب يتكلم معاه، ولما بيروحوا يقعدوا بتخش عليهم ناتالي اللي بيطلع إنها شغالة مع نيك فيوري في منظمة ذا شيلد واسمها الحقيقي ناتاشا رومانوف، ونيك فيوري هو اللي زرعها في بيت توني علشان تراقبه لأنه مريض.
وتوني بيتفاجئ انها شغاله مع نيك فيوري، ونيك فيوري بيهاجم توني بسبب الاستهتار اللي بيعمله في حياته مؤخرا، ولانه ساب العقيد رودز ياخد بدله ايرون مان ويهرب. وتوني برضه كان واخد كلام نيك فيوري باستهتار، وناتاشا بتحقن توني بماده معينه، والماده دي بتشفيه مؤقتا من السموم اللي في جسمه. وتوني بيقول كده كده مفيش حل، انا هموت بعد فتره قريبه، لان ماده البليديوم اللي في المفاعل هي اللي بتقتلني، وجربت كذا عنصر بدل البليديوم بس مفيش حل. فنيك فيوري بيقول له لسه في عنصر واحد انت ما جربتوش، وبيروحوا يقعدوا بعدها في بيت توني. ونيك فيوري بيكلم توني عن هوارد ستارك، وبيحكي له ان هوارد قال لي قبل كده ان انت هتبقى خليفته في المعرفه وفي العلم، وهتكمل اللي هوارد بدأه في صناعه المفاعل. بس توني بيختلف معاه وبيقول له ابويا عمره ما حبني وعمره ما قال لي الكلام ده. بس نيك فيوري بيقول له انا اعرف ابوك اكتر منك، بدليل ان هو اللي اسس منظمه ذا شيلد اللي انا مديرها حاليا. ونيك فيوري بيسيب لتوني صندوق يخص هوارد ستارك، وبيقول له في الصندوق ده هتلاقي الحل للسموم اللي في جسمك، وبيسيبه وبيمشي. اما ايفن فبيبقى غير في بدل جاستن وخلاهم روبوتات ينفع التحكم فيهم عن بعض. وايفن بيقول الروبوتات دول افضل من البشر لان الروبوتات مش بتغلط. وبيروح توني يفتح شنطه والده، وبيلاقي مخطط للمفاعل زي اللي كان مع ايفن، وبيلاقي شرايط لوالده وبيشغلها. وهوارد كان بيعرض في الفيديو ده مجسم يبين انه مجسم لمدينه، بس هو في الحقيقه كان حاجه تانية. وهوارد بيوجه كلامه لتوني شخصيا وبيقول له انت دلوقتي زمانك كبرت وبقى يعتمد عليك، انا بقدم لك تكنولوجيا المفاعل اللي ما ينفعش تتصنع في وقتنا، بس في وقتك ممكن يكون معاك الموارد اللازمه، والاختراع ده هيغير العالم وانت بنفسك اللي هتغير العالم. وهوارد كان سايب لتوني كل ابحاثه ونظرياته في كتاب، وتوني بيروح الشركه بتاعته علشان يجيب المجسم بتاع والده، وبيخلي جارفيس يحلل المجسم ده. وتوني بيكتشف في المجسم عنصر جديد ما كانش يعرفه، والعنصر ده بديل افضل بكتير من عنصر البلاديوم اللي كان توني بيحطه في المفاعل، وكمان هيحمي توني من السموم. والعنصر ده كان اللي هوارد بيتكلم عنه وانه مستحيل يتصنع في الزمن بتاعه. وتوني بيشتغل بجهد عالي في المختبر على العنصر ده، وبيستعين بمساعده من جارفيس، وفي الاخر بيقدر يصنع العنصر الجديد، وبيصنع مفاعل جديد على شكل مثلث وبيضيف له العنصر الجديد. وبكده بتنتهي مشكله السموم اللي في جسم توني. وكمان المفاعل ده اقوى بكتير من اللي قبليه، بينما في شركه جاستن ايفن غير الروبوتات بتاع جاستن تغيير جذري واصبحوا جاهزين وبقوا روبوتات بتطير بدون طيار. وبيروح ايفن بعدها يتصل بتوني، وتوني بيتفاجئ ان ايفن طلع عايش، وايفن بيقول له احذر مني علشان هخلص عليك قريب، وبيقفل المكالمه. وبنشوف ان ايفن كان بيخترع تاني الكرباج الكهربائي، وتوني بيخلي جارفيس يعرف له ايفن بيتكلم منين، وتوني بيعرف انه بيتكلم من شركه جاستن هامر، فبيفهم ان جاستن هو اللي هرب ايفن من السجن. وبعدها جاستن بيطلع في مؤتمر وبيعرض الروبوتات بتاعته الجديده، وبيقول ان ده الجندي العسكري الامريكي الجديد. وطبعا كل الروبوتات دي مزوده بالمفاعل اللي عمله ايفن. وجاستن بيقدم كمان العقيد رودز وهو لابس بدله حديديه مسلحه خاصه بيه. ولكن فجاه توني ستارك بيقتحم العرض وبيقول للعقيد رودز لازم نمشي كل الفادور دول من هنا علشان في خطر عليهم، وده لان جاستن شغال مع ايفن. ورودز بيتفاجئ ان ايفن عايش، وفجاه ايفن بيتحكم في كل الروبوتات دول من عنده، وبيتحكم كمان في بدله العقيد رودز وبيخليه ينشن على الايرون مان. ورودز بيحذر توني وبيقول له اهرب بسرعه، وتوني بيطير بسرعه وكل الروبوتات بتهجم عليه وبتطرده في السماء. وناتاشا بتروح لهامر وبتضربه، وبتعرف منه ان ايفن هو المتحكم في الروبوتات. فناتاشا وهابي بيتحركوا على مصنع جاستن علشان يوقفوا ايفن، بينما نص الروبوتات بتخرج للشارع وبيضربوا نار على الناس. وبعدها ايفن بيأمر جميع الروبوتات انها تقتل ايرون مان، وتوني بيحاول يستدرجهم بعيد عن الناس. وعلى الناحيه التانيه ناتاشا وهابي بيقتحموا مصنع جاستن، وهابي بيضرب واحد وبيخلص عليه، بينما ناتاشا كانت ضربت لوحدها اكتر من 6 اشخاص. وايفن بيشوفهم على الكاميرات وبيجهز نفسه للمرحله التانيه من خطته. وبره توني ما كانش عارف يحارب كل دول، فكان بيهرب منهم بس لحد ما يشوف حل. وناتاشا بتخش اوضه ايفن وبتلاقيه هرب، وبتقعد على الكمبيوتر وبتحاول تشيل التحكم من على بدله رودز. وفي نفس الوقت كان ايرون مان دخل في معركه مع رودز، بس ناتاشا بتنقذ الموقف وبترجع بدله رودز لطبيعتها، وبتقول لتوني خلي بالك علشان الروبوتات جايه عليك. وتوني بيقاوم رودز وبيقول له اجهز علشان نحارب الروبوتات دي. وفعلا الروبوتات بتوصل وبتحاوطهم من كل اتجاه، وبيبدا المعركه وتبادل ضرب النار.
بس الروبوتات دي كانت ضعيفة قدام ايرون مان، ورودز كمان كان عامل شغل عالي وبيخلص على عدد كبير منهم، وتوني بيخلي رودز يوطي راسه وبيطلق شعاع على الروبوتات كلهم وبيدمرهم بحركة واحدة. وساعتها بيجي البوليس يقبض على جاستن هامر بسبب الروبوتات، ولكن الخطر ما انتهاش هنا لان ايفن لسه عايش. وبيوصل ايفن لعند توني ببدلته الجديدة المتطورة وبيطلع الكرباج الكهربائي بتاعه، وتوني بيهجم عليه بصواريخ بس مش بيحصل له اي حاجة. وبتبدأ المعركة الأخيرة ما بين توني وإيفن أصبح أقوى بكتير من الأول، وبيجيب توني أرض بكل سهولة وبيهجم على رودز وبيدمر بدلته، والاتنين بيحاولوا يهاجموا إيفن بس مش عارفين، وإيفن بيمسكهم هما الاتنين بالكرباج. بس ايرون مان بيأمر رودز يطلقوا الشعاع على ايفن في نفس اللحظة زي ما عملوها قبل كده، وبالفعل بيعملوها وبيحصل انفجار كبير جدا. والهجوم ده كان كفيل انه يخلص على ايفن، بس ايفن كان محضر لتوني مفاجأة أخيرة وبيفعل قنبلة كان سايبها في كل روبوت من دول. فتوني ورودز بيهربوا فورا، وتوني رايح ينقذ بيبر لان في روبوت متدمر قدامها حالا، وتوني بيلحق يوصل لها وبينقذها على اخر لحظة وبيوديها لسطح عمارة. وبيبر بتقول له انا مش قادر استحمل كل التوتر والخوف ده، انا مش عايز الشركة بتاعتك. وتوني بيوافق يسيبها على راحتها وبيعترف لها بحبه ليها. ورودز بيجي لتوني وبيقول له انا عربيتي اتدمرت في المعركة دي فانا هحتفظ بالبدلة، وتوني ما كانش عنده مانع. وتاني يوم توني بيروح يقابل نيك فيوري، ونيك فيوري عاوز توني يصبح مستشار لمنظمة ذا شيلد، وتوني كان موافق وما كانش عنده مشكلة، بس بيطلب من نيك فيوري طلب واحد، وانه يستخدم علاقاته ويبعد عنه عضو المجلس اللي اسمه سترين اللي عاوز يسحب منه بدلة ايرون مان. ونيك فيوري بيوافق على طلبه، وفعلا بعدها توني ورودز بيتكرموا علشان دافعوا عن البلد من روبوتات جاستن، وعضو المجلس سترين بيكرم رودز وبيديله وسام شرف، وبيجي على نفسه وبيكرم توني وبيديله وسام الشرف. وبنروح بعدها لسنة 1999 في سويسرا، ووقتها توني ستارك كان حاضر حفلة ومعاه دكتورة اسمها مايا، وفي عالم اسمه كليان كان بيحاول يتكلم مع توني وبيقول له انا مايا اختراع وعاوزك تبص عليه، وتوني بيقول له انا موافق وهقابلك على السطح بعد 5 دقايق. وكليان بيتحمس جدا ان توني هيقابله، لكن توني في الوقت ده كان شخص مغرور جدا ومخادع، وفي الحقيقة هو مش هيقابل كليان ولا حاجة، هو قال له كده بس علشان يخلع منه. وكليان فضل واقف على السطح ومستني توني في عز البرد، وكليان عمره ما نسي الحركة اللي عملها فيه توني دي. وبنرجع للوقت الحالي وبنشوف ان توني صنع بدل كتيرة من ايرون مان، وكان ساعتها بيطور في بدلته وبيزرع شرايح في جسمه، والشرايح دي هتخليه يستدعي بدلة ايرون مان وتجيله لو هو في اي مكان بعيد. والاختراع بتاعه الجديد بينجح نوعا ما. وبعدها بنشوف رئيس جماعة إرهابية اسمه ماندرين كان مسؤول عن تفجيرات وعمليات إرهابية حصلت في العالم، وهو دلوقتي بدأ عملياته الإرهابية في أمريكا وخطف فريق جوي أمريكي. والرئيس الأمريكي بيطلع يتكلم في الموضوع ده وبيقول إحنا هنعيد العقيد رودز ببدلته الجديدة علشان يحقق في موضوع العصابة الإرهابية دي. وتوني بعدها بيقابل رودز، ورودز بيقول له على كلام ماندرين فهو زرع 9 قنابل في أمريكا وفي 3 منهم انفجروا، بس الغريب ان الاجهزه بتاعتنا مش قادره تحدد مكان القنابل بتاعته. وتوني بيقول له انا ممكن اقدم المساعده في محاربه الارهابي ده، بس رودز بيقول له الحكومه مش عايزه اي بطل خارق يتدخل في الموضوع نهائي. وبعدها بنروح لشركه ستارك، وفي شخص بيجي يقابل بيبر، والشخص ده بيطلع انه كليان اللي شفناه من شويه في الفلاش باك، بس كليان دلوقتي يظبط من شكله وحالته البدنيه واصبح شخص غني وعنده شركه وتخلص كمان من الاعاقه اللي كانت عنده. وبيقعد مع بيبر علشان عاوز يعرض عليها اختراع جديد من اختراعات شركته، وكليان كان هدفه ان شركة ستارك تشتري اختراعه، وبيشغل الاختراع ده اللي بيقدر يظهر العقل البشري ويقدر يظهر كمان اعصاب العقل البشري. وبيقول لها من خلال الاختراع ده ممكن الواحد يفترض دماغ اي حد تاني ونلعب في اعصاب دماغه ونوجهه زي ما احنا عاوزين. وبيبر بتنبهر بالاختراع ده، بس بتقول له انا شايف ان الاختراع ده خطير وسلاح ذو حدين وممكن يستخدم في الشر. وكليان بيقول لبيبر انت واحدة ذكية على عكس توني ستارك المغرور، بس هي بتقوله للأسف مش هقدر اخلي شركة ستارك تشتري الاختراع بتاعك. وكليان بياخد بعضه وبيمشي وما كانش متضايق من رفض بيبر، بينما هابي بيكلم توني وبيحكي له بكل تفاصيل المقابلة بتاعت كليان، وبيفكر توني انه قابل كليان قبل كده في حفلة سنة 1999، وهابي ما كانش مطمن لكليان نهائي ولا للمساعد بتاعه.
فبيصور نمر عربية كليان علشان بيفكر يراقبه. وبيبر بترجع لبيت توني لأنهم دلوقتي متجوزين وعايشين مع بعض، وبتلاقي توني قاعد بالبدلة في الصالة ومستنيها، وهي بتستغرب إنه لابس بدلة ايرون مان في البيت، وبتحس بحاجة غلط وبتنزل المختبر، وبتتفاجئ لما بتلاقي توني تحت برضه، وبيطلع إن توني وصل من التطور إنه مخلي البدلة تتحرك وتتكلم بداله بالذكاء الاصطناعي. وبيبر بتتضايق إن مش توني اللي استقبلها بنفسه، وهو بيقول لها أنا آسف، ما كنتش أعرف إنك هترجعي بسرعة، افتكرتك هتطولي شوية مع كليان. وبيبر بتتضايق أكتر من الكلام ده لأنها مفكراه بيراقبها وبتسيبه وكانت ماشية، بس توني بيتأسف لها وبيقول لها لولا وجودك في حياتي لكنت انهارت، أنا بقعد طول اليوم في المختبر علشان أطور بدلة ايرون مان وأقدر أحميكي في الآخر. وبيبر بتسامحه، وتوني وهو نايم بالليل بيحصل له صدمات وتشنجات لما بيفتكر معركته القديمة اللي كانت في فيلم الافينجرز. وبيبر بتصحيه علشان تطمن عليه، وهو فجأة بيخش عليهم واحد من بدل ايرون مان، وتوني بيقوم وبيطفي البدلة دي، وبيطلع ان البدلة جات لهم اوضة النوم علشان افتكرت ان توني في خطر. وتوني بيقول لبيبر من ساعة معركة نيويورك وانا مش عارف انام. وبيبر بتقرر انها تنام في اوضة تانية. وتاني يوم هابي بيراقب المساعد بتاع كليان اللي اسمه إيريك، وبيوصل وراه للمسرح الصيني. وهابي بيشوف إيريك بيدي شنطة لشخص اسمه جاك، وهابي راح خبط في جاك وكأنه ما يقصدش علشان الشنطة تقع من ايده، والشنطة بتتفتح وكان فيها معدات غريبة. بس الأغرب لما هابي بيشوف وش جاك بينور، وهابي بيمشي بعد ما خد واحدة من الحاجات اللي كانت في الشنطة، بس إيريك بيشوفه وبيطلب منه يرجع الحاجة اللي سرقها، بس هابي بيرفض وراح ضارب إيريك. وإيريك برضه وشه بينور وبيمسك هابي وبيشيله وبيطيره بكل سهولة، بينما جاك اللي خد الشنطة وشه بينور جامد وبعدها جسمه بينفجر، وهابي بيتصاب إصابات خطيرة من الانفجار. وبيشوف سلسلة جاك وكان عاوز ياخدها بس ما كانش قادر يتحرك، وبيشوف إيريك وهو بيقوم عادي جدا وجسمه بيلتئم من الحروق والإصابات. وبعدها بيطلع الإرهابي ماندرين على التلفزيون وبيقول إنه مسؤول عن تفجير المسرح الصيني، وضربته الجاية هتكون ضربة قوية. وهابي بينتقل للمستشفى، وتوني بيروح له وكان قلقان جدا عليه. ولما بيخرج من المستشفى كان في صحفيين كتير مستنيينه وبيسألوه عن الإرهابي ماندرين، فتوني بيقول أنا مش خايف من الراجل ده، بس هو راجل جبان ومستخبي وأنا هنتقم منه علشان اللي حصل لهابي، والموضوع معاه أصبح شخصي، ولو هو راجل قوي فعلا فيجيلي البيت. وبعدها توني بيركب عربيته وبيمشي، ولما بيوصل البيت بيخلي جارفيس يجيب له معلومات عن ماندرين، وتوني بيطلب من جارفيس يظهر له المسرح الصيني وقت الانفجار. وتوني بيكتشف إن المكان ما كانش فيه أي قنبلة، فالانفجار ده كان لغز بالنسبة له. وبيشوف هابي وهو بيشاور على السلسلة بتاعت جاك، والسلسلة دي كانت سلسلة خاصة لعساكر الجيش واسم جاك مكتوب عليها. فتوني هنا بيمسك أول طرف خيط وبيعرف إن في انفجار حصل قبل كده من ماندرين في قرية بعيدة، وكان برضه في جندي عسكري اسمه تشاد فجر نفسه. فتوني بيأمر بدلة من بدله تروح للقرية دي وتحقق في اللي حصل. وبعدها بيجي البيت توني العالمة مايا اللي كانت مع توني في الحفلة سنة 1999، وتوني ما كانش شاف مايا من ساعتها وبيسألها عن سبب المقابلة، فهي بتقول ولا جيت لك علشان احذرك انك في خطر. وبيبر وقتها كانت محضرة شنطتها وواخدة بعضها وماشية علشان مش عارفة تعيش مع توني، وتوني كان بيحاول يقنعها تقعد. وبينما وهما بيتكلموا كان في 3 طيارات حربية بيضربوا صواريخ على بيت توني، وتوني وهو في الجو بيخلي بدلة ايرون مان تروح لبيبر علشان تحميها. وبيطلع ان المسؤول عن الهجوم ده كان إيريك المساعد بتاع كليان، والسقف كان هينهار على توني بس بيبر بتلحقه، بينما إيريك بيطلق عدة صواريخ على بيت توني. وتوني ما كانش ينفع يستدعي بدلة تانية لأن البدلة الوحيدة اللي فيها خاصية الاستدعاء مع بيبر. فتوني بيأمر بيبر تاخد مايا ويهربوا، وبيقول لها أنا هعرف أتصرف، وبيبر بتنفذ الأمر. ولسه في صواريخ عمالة بتتضرب على البيت، وكمان الطيارات نازلين على بيته بضرب نار. ولما توني اتأكد إن بيبر في أمان سحب منها البدلة اللي هي لابساها وبيلبس البدلة، لكن المشكلة إن البدلة ما كانتش مجهزة بنظام طيران كويس ولا حتى جاهزة للقتال. بس توني بيضطر يقاتل وبيضرب أول طيارة وبيوقعها وبيفجر الطيارة التانية، بس حطام الطيارة بيقع على البيت، وبيت توني ومختبر وبدل ايرون مان كلهم بيتدمروا. وإيريك بيطلق صاروخ تاني والبيت بيتدمر وبينهار تماما وبيقع في المية، وبياخد توني معاه. وتوني بيتحبس تحت الحطام ومش بيقدر يتنفس وبيفقد الوعي، بس بدلة توني بتتصرف لوحدها وبتنقذ توني وبتخرجه من المية، ونظام الطيران الأولي بيشتغل وبيطير بتوني بعيد. وتوني بيفوق بعد فترة وكانت الطاقة في البدلة أصبحت 5%، وتوني بيقع بعد ما الطاقة خلصت وبيلاقي نفسه أصبح في مكان كله تلج. وبيطلع إنه راح للقرية اللي أمر البدلة إنها تروح لها علشان تحقق في الانفجار،
وجارفيس بيتعطل لأن البدلة فصلت شحن، فتوني أصبح لوحده وبيجر البدلة في التلج لأقرب مكان وبيخش بيت وكان مفكره بيت مهجور، بس لحسن حظه بيلاقي مختبر صغير في البيت علشان يعرف يشحن البدلة، بس بيطلع إن البيت ده مش مهجور وبيخش عليه عيل صغير اسمه هارلي، وهارلي بيتصدم إنه شايف توني ستارك قدامه وبيعرف توني إن الجورنال كتب إن توني ستارك مات خلاص، وتوني بيطلب المساعدة من هارلي ويجيب له لابتوب وتليفون، وفي المقابل توني هيديله قطعة من بدلة ايرون مان. وعلى الناحية التانية بيبر كانت واقفة قدام حيطان بيت توني وكانت معتقدة إنه خلاص مات، بس بتلاقي قناع لايرون مان موجود والقناع بيشغل آخر كلام قاله توني قبل ما البدلة بتاعته تفصل، فبتفهم إن توني لسه عايش وبتركب عربيتها هي ومايا وبيمشوا من عندهم، وبيبر بتسأل مايا إيه سبب مجيك لبيت توني في الوقت ده، فهي بتقول لها أنا شاكة إن رئيسي في الشغل اللي هو كليان شغال لصالح ماندرين، فجيت لتوني علشان أتكلم معاه في الموضوع ده، وبيبر بتتصدم إن كليان طلع شغال لصالح ماندرين، وبنروح لكليان وبيعرف من إيريك إن المهمة انتهت بنجاح وخلاص توني ستارك مات. وعلى الجانب الآخر توني بياخد هارلي وبيروحوا للمكان اللي حصل فيه الانفجار علشان توني عاوز يحقق في المكان، وبيلاقي 5 ظلال للناس اللي ماتت في الانفجار، وتوني طبعا كان عارف مسبقا من جارفيس إن العسكري اللي اسمه تشاد هو اللي فجر نفسه، فهو كان مستغرب جدا إن عدد الأشخاص اللي ماتوا كانوا 6 وعدد الظلال الموجودة هم 5، وهارلي بيقول لتوني إن تشاد أصلا من سكان القرية، وتوني بيعرف منه بالمكان اللي شغالة فيه أم تشاد، وتوني بيروح يقابلها وبيتكلم معاها على وفاة ابنها، بس توني بيفهم من طريقة كلامها إنها مستنية ضابط معين يقابلها علشان تديله ملف فيه معلومات عن ابنها، وأم تشاد بتظن إن توني هو الضابط، وتوني بيقلب في الملف بس فجأة بتوصل ظابطة اسمها إيلين، وإيلين دي كانت واحدة من رجالة كليان وبتقبض على توني وبتحط في إيده الكربشات بعد ما اتعرفت عليه، وبتتظاهر قدام الناس اللي في المكان إنها من الأمن القومي، بس عمدة القرية بيشك فيها، ولما بيطلب منها الهوية بتاعتها هي وشها بينور وبتقتل عمدة المدينة، وتوني فورا بيطلع يجري من المكان بس بيتفاجئ بوصول إيريك، وإيريك لما بيشوفه بيحاول يقتله لكن هارلي بيشتت انتباهه، وتوني بيهرب للمحل ده وإيلين بتخش وراه علشان تقتله وبتحاول تمسكه وتقتله بنفس الطريقة اللي قتلت بيها العمدة، بس هو بيفلت منها في كل مرة، وتوني بيلف الكلبشات حوالين رقبتها ولكنها بتسيح الكلبشات، فتوني بيولع في المكان كله بس هي مش بيحصل لها حاجة لأن جسمها من نار، فتوني بيكهرب المكان وبيهرب وبيحصل انفجار ضخم وبيلاقي جثتها طارت ووقعت على السلوك في الشارع، وإيريك هنا بيوصل وبيصيح خزان المية ده علشان يقع على توني، بس توني بياخد باله وبينقذ نفسه، وإيريك بيجيله لكن توني بيهاجمه بشعاع بدلة ايرون مان وإيريك بيغمى عليه، وتوني بياخد من جيبه مفتاح عربيته وبيتحرك بالعربية، وماندرين بيطلع بعدها لكل القنوات في التلفزيون، وده بعد ما قدر يخترق كل القنوات وكان رافع السلاح على صاحب شركة بترول، وماندرين بيوجه كلامه للرئيس الأمريكي وبيقول له لو ما كلمتنيش في خلال 30 ثانية هقتل رئيس الشركة ورقمي هتلاقيه ظاهر عندك علشان أنا اخترقت موبايلك، والرئيس بيفكر وبيقرر يتصل بماندرين، ولكن بالرغم من كده ماندرين برضه بيقتل صاحب الشركة، وماندرين بيقول للرئيس الأمريكي أنت الضحية الجاية ومحدش هيعرف ينقذك، والرئيس الأمريكي بيؤمر إن مكان المجنون اللي اسمه ماندرين ده يتعرف حالا ورودز يروح له ويخلص عليه. وعلى الجانب الآخر توني كان خد الملف بتاع أم تشاد وبيقراه وبيبدأ يربط كل الأمور ببعض وبيلاقي اسم شركة كليان مكتوب في الورق، فتوني بيروح لحفلة ملكة جمال قريبة وبيقتحم إحدى عربيات الطاقم اللي شغال في المكان وبيقعد على الكمبيوتر وبيخترق موقع شركة كليان وبيلاقي فيديوهات للجنود العساكر اللي فجروا نفسهم، وبيطلع إن كل الجنود دول اتصابوا قبل كده في معارك وفي منهم اللي دراعه اتقطع وفي اللي أصبح معاق، فكليان جابهم وقال لهم أنا هعمل عليكم تجربة هترجع أطرافكم اللي اتقطعت من تاني، وبالفعل بيحقنهم بمادة اخترعها اسمها اكسترمس ودي بترجع أطرافهم وبتعالجهم من كل الإصابات، لكن في نفس الوقت المادة دي لو ما اتكيفتش مع جسم البني آدم بتفجر جسمه، وبعد فترة معينة أصلا المادة دي بتخلي الجنود جسمهم ينفجر، وهنا توني بيفهم سبب الانفجارات بتاعت الفترة الأخيرة وفهم إن كليان هو السبب، وبيعتقد إن كليان وماندرين متفقين مع بعض في الموضوع ده. وعلى
الجانب الآخر بيبر كانت قاعدة مع مايا في مكان، ولكن فجأة كيليان بيوصل لهم وبيمسك بيبر من رقبتها، وبيطلع إن مايا شغالة مع كيليان، وكيليان بيخطف بيبر علشان يساوم توني. والمشهد بعدها بينتقل لرودز بعد ما عرف مكان ماندرين بالظبط، وبيوصل لورشة في مكان بعيد، لكن بيطلع إن في فخ متجهز لرودز، وواحدة من رجالة كيليان بتسلم عليه وهي واخدة مادة اكسترمس، فبتصيح دراع رودز وبتقطره، وبالتالي بيسرقوا بدلة رودز. وتوني بيتصل بهارلي، وهارلي في الوقت ده كان شحن البدلة شوية، فجارفيس بيشتغل، بس البدلة كان لسه قدامها شوية وقت علشان تتشحن بالكامل. وجارفيس بيقول لتوني أنا قدرت أحدد المكان اللي ماندرين بيطلع يتكلم منه، والمكان ده كان موقع تصوير في ولاية ميامي. وتوني بيستغرب شوية إن عصابة إرهابية بتبث من مكان تصوير، وبما إن بدلة ايرون مان الوحيدة اللي معاه لسه مش مشحونة بشكل كافي، فتوني بيقرر يصنع أسلحة علشان يحتاجها في اقتحام مقر ماندرين. وبيروح السوبر ماركت وبيجيب المواد اللازمة، وبيقعد يومين يصنع في أسلحة وقنابل، وبيتسلل لمقر ماندرين وبيقتل الحراس بالأسلحة اللي اخترعها. ولما بيخش على ماندرين بيستسلم وبيرفع ايده على طول، وهو بيطلع ان ماندرين في الواقع ممثل اسمه تريفر. وتريفر كان مفكر ان كل اللي هو بيعمله ده كان جزء من فيلم بيصوره، وكان غافل تماما عن كل الانفجارات والقلق اللي حاصل. وبيطلع ان كيليان هو اللي عامل كل الحوار ده علشان يبعد الشبهات عنه. وإيريك بيظهر من ورا توني وبيضربه وبيفقدوا الوعي، وبيحبسوا توني، ومايا بتجيله، ومايا بتعرفه انها تأمرت عليه مع كيليان لان توني ضحك عليها زمان وما اتجوزهاش، بالرغم انه كان قايل لها انه بيحبها. فتوني بيقول لها انا فاكر ان انا كنت بحبك وان انت عالمه وبتحبي تساعد الناس، بس انا وقتها ما كانش في دماغي الجواز، بس بص لنفسك دلوقتي انت بتعملي ايه، انا كنت بحب مايا بتاعت زمان مش بتاعت دلوقتي. وبعدها بيخش عليهم كيليان وبيقول لتوني فاكر لما قلت لي انك هتيجي تقابلني على السطح وتشوف الاختراع بتاعي، وطبعا انت بعدها طنشتني، وانا بشكرك علشان بالسبب اللي انت عملته معايا جات لي فكره، وان استخبى ورا شخص بيعمل امور شريره في البلد، وانا عاوز انتقم منك انك اتجاهلتني بالشكل المهين ده. وكيليان بيوري له انه قبض على بيبر وحقنها بماده اكستريمس، وبيقول اللي هي وحظها بقى يا الماده تتاقلم مع جسمها يا ما تتاقلمش وتموت. ولكن مايا بتتعاطف مع توني وبيصعب عليها بيبر وبتقرر تنضم لتوني، بس كيليان مش بيهم مايا وبيقتلها. وكيليان بيسيب توني وبيروح لرودز اللي محبوس عنده، وبيفضل يسخن بدله رودز لحد ما رودز يحس بالخطر ويخرج من البدله، وكيليان بيخوفه بنار بتطلع من بقه، بينما هارلي بيبقى انهى شحن بدله ايرون مان والبدله بتطير لتوني. وتوني بيقاتل رجاله كيليان وبيخلص عليهم بسهوله، وبيشوف بعدها كيليان طاير في الجو ببدله رودز، وتوني ما كانش عارف يطارده لان نظام الطيران عنده ضعيف، وبيتجمع برودز وبيروح الماندرين وبيعرفوا منه ان كيليان رايح يقتل الرئيس، وبيعرفوا منه بمكان بيبر، فبيركبوا على قارب وبيتحركوا علشان يلحقوا الرئيس. وتوني بيتصل بنائب الرئيس علشان يحذره، ونائب الرئيس بعد ما فهم منه الوضع بيقفل السكه، ولكن بيطلع ان نائب الرئيس في صف كيليان، وده لان بنته عندها رجل مقطوعه، وكيليان وعده انه هيعالج بنته. وكيليان كان وصل للطياره اللي رئيس امريكا هيركبها، ورجال امن الرئيس وكل المستشارين كانوا مفكرين رودز، وبيركب كيليان الطياره مع الرئيس. وتوني ما كانش عارف ينقذ بيبر الاول ولا ينقذ الرئيس، ولكن شارفيس بيكلمه وبيقول له البدروم بتاعك جاهز والبدله اللي انت لابسها اصبحت جاهزه. وعلى طياره الرئيس كيليان بيحبس 2 من رجال الامن، وبيخش الاوضه اللي فيها الرئيس وبيقتل السياسيين كلهم، وبيمسك الرئيس من رقبته وبيخطف الرئيس وبيهرب بعدها من الطياره. وبعدها بثواني بيوصل ايرون مان وبيشتبك مع إيريك وبيسأله عن مكان الرئيس، بس إيريك بيفجر جزء من الطيارة والركاب بيقعوا، فتوني ضرب إيريك ضربة قوية بالشعاع وقتله نهائيا، وراح بسرعة علشان ينقذ الناس اللي وقعوا في الجو. وقدر توني ينقذهم كلهم وخلاهم يمسكوا في ايد بعض وهبط بيهم بسلام. وبعدها كان بيطير بالبدلة، بس بتخبطه عربية نقل وبتفكك البدلة، ولكن بيطلع ان توني مش جوه البدلة اصلا وكان متحكم بيها عن بعد. وكيليان كان عمل نفس الحركة وخلى بدلة رودز هي اللي تجيب له الرئيس لحد عنده. وتوني ورودز بيروحوا للمينا اللي فيها كيليان، وهناك كيليان كان عاوز يقتل الرئيس في بث مباشر وبيعلق الرئيس علشان يموته محروق. وبنكتشف ان توني كان مجهز جيش كامل من بدل ايرون مان تحت بيته للدمبر، وتوني بيستدعيهم كلهم للمينا. وتوني
وتوني بيديهم أمر يقتلوا كل رجالة كليان، وبتبدأ معركة هايلة ما بين جيش ايرون مان ورجالة كليان. وتوني بيلبس واحدة من البدل علشان يروح ينقذ بيبر، وبيبر كانت واقعة تحت حطام وتوني كان خلاص هينقذها، بس بيظهر كليان وبيبعد توني، بس توني بيقطع دراعه وبيرجع علشان ينقذ بيبر ولكنه مش بيلحقها، وبيبر بتقع في النار وبتموت. وتوني ما كانش مصدق اللي حصل وبيرجع لكليان علشان ينتقم منه أشد انتقام، وبتدور ما بينهم معركة قوية، بس كليان كان أقوى منه ومسيطر على المعركة وبيدمر بدلة توني نصين. فتوني بيقرر يلبس كليان إحدى البدل بتاعته ويفجر البدلة وهو لابسها، بس برضه كليان مش بيموت وبيطلع عايش بسبب مادة اكستريمس اللي جوه جسمه، وبيتقدم لتوني علشان يقتله، لكن بتظهر بيبر وبتضربه، وبيبر بتبقى عاشت لأنها واخدة برضه مادة اكستريمس والنار مش بتموتها، وبتاخد دراع بدلة ايرون مان وبتتقاتل مع كليان، وبعدها بتطلق عليه الشعاع وبتموته نهائيا. وبعد ما أخيرا كليان مات، توني بيقرر يدمر كل بدل ايرون مان لانه عاوز يقضي وقته اللي جاي كله مع بيبر، وبيوعد بيبر انه هيلاقي علاج للماده اللي في جسمها. ورودز بيبقى قدر ينقذ الرئيس وخده ومشي، وبعدها بيتم القبض على نائب الرئيس وتريفر اللي كان عامل فيها ارهابي، وتوني بيروح يعمل عمليه وبيشيل الشظايا اللي جوه جسمه، وبكده توني يقدر يعيش عادي بدون المفاعل، وبيصالح بيبر على كل حاجه حصلت وبيديها هديه. وهابي كمان بيفوق في المستشفى، وتوني بيروح يقف عند بيته وبيرمي المفاعل في الميه لانه خلاص ما بقاش محتاجه، وبيقول انا اقدر اكون ايرون مان من غير المفاعل، وباي باي.